السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هنتكلم عن شخص سقط 5 سنين في الكلية بتاعته، وعمل من علبة بسكوت أكبر مطعم في الشرق الأوسط، وواحد من أكبر وأفخم معارض السيارات في العالم. وأنا في الطبيعي مش بعمل حلقات وبتكلم فيها عن أشخاص أو ناس معينة. كمل معايا الفيديو للآخر علشان تعرف السبب الرئيسي اللي خلاني أعمل الحلقة دي، واللي ممكن يكون سبب في نجاحك أنت كمان أيا كان مجال عملك. والشخص ده هو أحمد الباز، اللي صرح بنفسه إنه سقط 5 سنين في الكلية بتاعته. 9 سنين. 9 سنين في كلية حقوق. أولى أيوة، خدتها في سنة، أوكي. وتانية في 3، تالتة في 3، رابعة في 2. وفي سنة تالتة راح واشتغل مع صاحبه في ورشة سيارات، وبرضه فشل. بعدها قال لنفسه إنه هيروح يبيع تكاتك، كان وقت ساعتها نزولها السوق، لكن للأسف فشل برضه. بعدها قال بس أنا عرفت أنا هعمل إيه. هعمل بقى إيه؟ هعمل قاعة أفراح. خد حتة الأرض اللي ورثها من والده وقال لك أنا هعملها قاعة أفراح أوبن إير، وفرشها كراسي وظبطها، وقال لك إن في الأرياف الناس هتحب الفكرة ديت. وكل ده كان بيقعد يعمله وهو عنده 21 سنة. طبعا عمل فلوس حلوة جدا في الصيف، لكن بحلول الشتاء المطرة غرقت له القاعة كلها وبوظت له كل حاجة. راح عمل بشكل طبيعي زي ما أي حد هيعمل، فرش القاعة كلها بالخيم، ولكن للأسف العواصف والرياح جت طيرت له الخيم كلها، هوا بقى من طيرت لك كل حاجة. وفشل المشروع برضه. جه بعدها قال لك بس انا عرفت انا هعمل ايه دلوقتي. خد الفلوس اللي جمعها في الموسم بتاع الصيف من قاعة الافراح، وقال لك انا هفتح كشك صغير هبيع فيه سندوتشات. بدأت السندوتشات دي وما مشاش الحال بقى، كان الصراحة منتج زي الزفت. بعدها جه وقال انه هيعمل اختراع جديد هيسميه الشنكاح اللي تاكله وترتاح. قلت اخش باب الفشنكاح تاكله ترتاح، بس ما برضه ممشيش ما فيش بقى. عشان الأكل وحش ولا وفضل احمد ياخد الفلوس اللي بتجيله ويصرفها على المطعم، ولكن بدون اي نتائج. نيجي بقى للسبب الرئيسي اللي من وجهة نظري انا شايفه سبب كان في نجاح احمد، واللي وارد يكون كمان سبب في نجاحك. جاله في يوم من الأيام آخر الشهر، بعد ما أحمد دفع كل الرواتب للموظفين وكان قاعد لوحده في المطعم، جاله شحات طلب منه فلوس، وأحمد ساعتها ما كانش في جيبه غير 100 جنيه فقط لا غير. وبرغم إنها كانت آخر 100 جنيه في جيب أحمد، ضحى بيها واداها للشحات ده وطلعها صدقة لله. وحرفيا على حسب كلام أحمد بدون أي مبالغة، إنه أول ما الشحات ده خرج من باب المطعم تليفون أحمد رن على طول. يعني ما فيهاش مبالغة وما فيها، هو الراجل طلع من الباب لقيت تليفوني بيرن. اتصل بيه واحد: ايوه انا اكلت من عندك من كام يوم، وكان عندي عزومه كبيره جدا وعايزك تحضر لي الاكل كله. بعدها احمد يقفل المطعم ويقعد يشتغل هو والكام شيف اللي معاه علشان يطلعوا احسن اكل عندهم. وبالفعل بعد كميه الناس اللي جت في العزومه دي وكلت وعجبها الاكل، بقت تيجي مره واتنين وتلاته علشان تاكل من عند احمد في المطعم. وواحده واحده بدأ المطعم يطلع له حس، والناس كلها بدأت تتزحم عليه علشان طعم اللحمة الفريش والمشويات والأكل البيتي اللي هو كان بيعمله. ونيجي ل 2018 وأحمد يفتح الفرع التاني ليه في طنطا ويسميه قصر الكبابجي. وطبعا عمل ديكورات المكان كلها إنه يحسسك إنك متواجد في قصر فعلا علشان يبقى اسم على مسمى. وبعدها بسنة أحمد يفتح الفرع التالت بتاعه في التجمع، ولكن بعد فترة قليلة جدا من فتح المطعم ده الحلو مش بيكمل. حصل له حريقة كبيرة جدا في المطعم الأولاني بتاعه وفي قاعات الأفراح بتاعته، وده طبعا كان عائد عليه خسارة بالملايين. وأحمد طبعا قال إنه حس إن دي علامة من ربنا علشان خاطر يبعد عن شغل الحرمانية بتاع القاعات ويركز في المطاعم. اللي هي عارف رسالة ان دي هي ما انا رسالة. عارف كويس ان ده درس من ربنا، فانا كنت واقف بحمد ربنا. وبالفعل ربنا كرمه وخد بعدها تمويل من سيادة الرئيس لدعم الشباب، وفي سنة 2020 يفتح الفرع الثالث ليه في الساحل الشمالي. وفي الآخر طبعا أحمد منسيش تجارته مع ربنا وبدأ يستثمر فلوسه في الأعمال الخيرية. الهدف والرسالة من الحلقة دي هو إنك لازم تعرف إن اللي عند ربنا عمره ما بيضيع أبدا، مهما صبرت ونيتك كانت خير وإنك بتساعد غيرك حتى لو بكلمة حلوة بالطيب الخاطر، مش شرط تكون بفلوسه بس. وإنك مهما بتسعى دايما برغم إنك بتقع وتفشل كل شوية، اتأكد إن ربنا
عمره ما هيضيع تعبك ابدا مهما صبرت. ولو عجبك الفيديو وحاسس انك استفدت، ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو عشان خاطر يوصلك كل جديد.